بالنسبة لي دي وصفة الفراخ المنقذة لو ما عنديش وقت أعمل غدا، في 10 دقايق بس باكون مخلصة كل حاجة، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، تتبيلتها خطيرة، الصوص بتاعها بجد لا يقاوم. متأكدة إن انتوا لو جربتوها مرة هتعتمدوها دايما. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. أنا مستخدمة نص كيلو من الفراخ البانيه. هبدأ إن أنا أقطعها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة وأنا بقطع الشرايح أراعي إن هي ما تكونش رفيعة، يعني هخليها سميكة شوية علشان الفراخ تشرب من طعم الصوص وتبقى طعمها حلو، وفي نفس الوقت ما تنشفش مني على النار، واحس بطعمها كده وانا باكل. يعني ده السمك كده اللي انا عايزاه. انا كده خلصت تقطيع كل كمية الفراخ اللي عندي. هنروح بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا. هنزل بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الزعتر والبابريكا، وهنزل كمان بمعلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر. هنزل بقى بشوية زيت على التوابل وهقلب. هفضل انزل كده بالزيت شوية بشوية لحد ما الاقي التوابل دابت تماما في الزيت وبقت معجون زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل بقى بقطع الفراخ اللي انا قطعتها وهقلبها في التتبيلة كويس، واتأكد ان كل قطع الفراخ اتغلفت بالتتبيلة اللي انا عاملاها. هغطيها بقى بستريتش وهسيبها في التلاجة. يستحسن طبعا نسيبها لتاني يوم تكون شربت من طعم التوابل، لكن لو انتي مستعجلة عليها ممكن تسيبيها ساعة ساعتين. وهروح بقى اقطع بصلاية كبيرة لشرايح رفيعة. بعد ما اخلص تقطيع البصل هبدأ ان انا افككه بايدي كده علشان الشرايح تفك من بعضها. هسيب بقى البصل على جنب وهروح اعمل الصوص اللي هتستوي فيه الفراخ. في طبق هنزل بمعلقة كبيرة من المستردة، معلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من العسل. هنزل كمان بنص كوباية من المية المغلية متدوب فيها مكعب من مرقة الدجاج. هقلب بقى كل المكونات مع بعض لحد ما كله يدوب مع بعضه. هسيب بقى الطبق ده كمان على جنب، وفي طاسة على النار هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة وهسيبها لحد ما تسيح تماما. أول ما الزبدة تسيح والطاسة تسخن كويس هنزل بقطع الفراخ اللي احنا قطعناها. لازم اتأكد ان الطاسة سخنة كويس علشان الفراخ تاخد صدمة أول ما تنزل على النار، وكمان ما تنزلش مية. هفضل بقى أقلب الفراخ لحد ما تتشوح وتاخد لون من جميع الجوانب. اول بقى ما اتاكد ان الفراخ خدت لون من كل الجوانب انزل بقى بالبصل الشرايح اللي احنا قطعناه. اديله تشويحه مع الفراخ لحد ما البصل يدبل تماما. بعد كده هنزل على الفراخ بطبق الصوص اللي احنا عملناه وسبناه على جنب. ههدي النار وهغطي الفراخ وهسيبها تستوي معايا. مش هتاخد معايا وقت خالص على النار، 10 دقايق بالكتير وهتكون استوت. اول ما ارفع الغطا كده هلاقي الصوص تقل والفراخ استوت وبقت بالشكل ده. بجد ريحتها مش قادره اقول لكم على الجمال. قدمتها بقى مع شويه رز ابيض، بجد الصوص بتاعها خطير، والبصل المكرمل ده مديها طعم تحفه. كمان ممكن تقدموها مع مكرونه لو انتوا حابين. بجد طريقتها حلوه جدا وسهله وبسيطه وطعمها في منتهى الجمال. جربوها ومتاكده انها تعجبكم. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.